هذا الشخص اللي ارتكب الجريمه داخل واحد الفضاء الى حين يقضي المحكوميه ديالو. لكن هذا الشخص اللي عاد يقضي هذه العقوبه داخل هذا الفضاء السجني بركه تقاسم التجارب وتبادل الخبرات والمعارف، كما كانت فرصه كنظموا هذا اليوم الورشه الترافعيه من اجل عدم جريمه تعاطي المخدرات بالمغرب، نظرا لاننا كنخدموا في اطار واحد الحمله وطنيه اللي كينظمها المرصد الوطني للسجون بالشراكه مع منظمه بلا حدود، محامون بلا حدود، من اجل اول الترافع على تغيير القانون الجنائي المغربي اللي فيه مجموعه ديال البنود ومجموعه ديال الفصول اللي كتجرم استعمال تعاطي المخدرات، منها الظاهر ديال 74 اللي تنطالبوا بالتغيير ديالها او النسخ ديال الظاهر اللي كيجرم فقط الاستعمال ديال تعاطي المخدرات، وكنطالبوا بان تكون واحد مقاربه علاجيه عوض تكون مقاربه زجريه، لان المقاربه العلاجيه هي اللي كتمكننا اولا من مواجهه الظاهره، وثانيا من القيام بالحملات التحسيسيه والتوعويه، وبالتالي تنعطيو الحق لهذاك المتعاطي او المتعاطيه في العلاج وفي المواكبه للاقلاع عن هذا التعاطي، عوض اننا كتكون عقوبات زجريه اللي كتقدر تكرس هذه الوضعيه ديال التعاطي وكتقدر تخليه يعيش واحد الوصم داخل المجتمع، وبالتالي واحد التهميش اللي كيقدر يجعله انه انسان غير مرغوب فيه داخل الحياه، وبالتالي كيمارس سلوكات سلبيه اللي كتعرضوا دائما وكيكون في تماس مع القانون، وبالتالي تنكرسوا العمليه ديال التهميش والاقصاء داخل المجتمع. اليوم حنا في مائده مستديره مع رجال السياسه وحقوق الانسان، كيمثلوا مجموعه من الهيئات السياسيه والحقوقيه وكذلك المدافعين ومناصري حقوق الانسان. كنحاولوا اننا نسمنوا التدخل ديالنا من تاسيس جمعيه الا وهو الدفاع والترافع على الفئه ديال مستعملي ومستعملات المخدرات. هذه الفئه هذه اللي كيخاص يتعامل يتوفر لها العلاج والادماج ديالها في المجتمع بدلا من التجريم او من العقاب، لأن كنعتبروا أن هذه الفئة خصها دعم ولا نعاقب. علاش؟ لأنه هما ضحايا. حنا لا نتحدث عن أفعال إجرامية قدروا أنهم يعملوها كما يقدر يعملها أي مواطن كيفما كان. راه كاين سياسيين وكاين اطباء وكاين النجار وكاين العمال هما يقدروا يعملوا هذه الجرائم كما مستعملي المخدرات، ولكن نتحدث عن الاستهلاك على اعتبار انه الماده 8 من الظاهر 1974 كان واضحا في سخيار المساعدة المخدرات ما بين قضاء عقوبة سجنية وما بين العلاج. اليوم فقط كنطالبوا بالعلاج وبالإدماج ديالهم والرفع ديال الوصم، وعلى اعتبار أن المغرب اليوم الحمد لله كيعرف نضالات متعددة من أجل مجموعة ديال إدخال الإصلاحات على القوانين والظاهر اللي كاينة. كنظن في جميع المجالات اليوم كيترفع الصوت من اجل التعديل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدوليه لسان المغرب، بما يتماشى مع الواقع المعاش الذي نعيشه، وهذا واحد الصوت اخر كنادوا فيه كل المسؤولين انهم يدخلوا، لان النسبه ديال استهلاك المخدرات في ارتفاع صاروخي خصوصا في صفوف القاصرين والقاصرات، والمحيط ديال المدارس للاسف اصبح سوقا لترويج هذه المواد. وبالتالي اتمنى ان اليوم كل شيء يعمل يده في اليد. كنظن نقدروا نختلفوا على كل شيء، ولكن ما يمكنش نختلفوا على ان وليداتنا خصنا نحميوهم باش ما يدخلوش نض واحد بحر كبير اللي ما يقدر يخرج منهم لا الاباء ولا الاسر ولا المجتمع. اليوم ملي كنطالبوا بالعلاج راه كنطالبوا واحد التكلفه كبيره ماديه الدوله خصها توفرها، ما كناش نوصلوا لها اذا كنا قادرين على الاقل نحدوا من هذه الظاهره.